اليوم في مدرستنا كفر ميت الحارون الابتدائية سوف نقوم بندوة عن تلوث الهواء وحرق قش الأرز. تمر مصرنا الحبيبة بفترة حصاد الأرز، ويجب التنبيه أعزائي الطلبة والطالبات بضرورة عدم حرق قش الأرز وتجريمه. قامت الدولة بالعديد من المشروعات القومية ضد حرق قش الأرز. طبعا في حاجة اسمها تحضر للأرض. تحضر للأرض أولا هي مشروعات زراعة العديد من الأشجار وزيادة تشجير الأراضي الزراعية. يبقى احنا هنبدأ ندوتنا ضد حرق قش الأرز الذي يلوث البيئة ويؤدي إلى الانبعاثات الانبعاثات الخطيرة التي تؤثر على ظهور الأمراض في الإنسان. يبقى أول حاجة ندوتنا كلنا نعرف نحن ضد ظاهرة حرق قش الأرز أعزائي الطلبة والطالبات أعزائي. تمام كده. نيجي بقى على جهود الدولة. قامت الدولة بعدة جهود للحفاظ على أو عمل قوانين ضد تجريم حرق قش الأرز. إصدار القوانين ضد حرق قش الأرز. تمام كده. يبقى احنا أول حاجة حرق قش الأرز دي حاجة خطيرة يجب التصدي لها. العديد من المحاور الهامة التي يجب أن نعرفها وهي الموارد المتجددة. هتعملنا عرفنا الموارد المتجددة. اتفضلي يا نعيم. التي لا تنفذ بدون استخدام عليها هي الطاقة الشمسية، التربة، الشمس. استخدم فيها كل ما الدولة استخدمت هذه الطاقة النظيفة أصبحت دولة متطورة مثل مصرنا الحبيبة. يجب التركيز على الموارد المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة. تمام كده. في الطاقة غير المتجددة. اتفضلي. برافو عليك. تمام كده. مثل البترول، الفحم، الغاز الطبيعي. دي المواد غير المتجددة التي يجب الإقلال من استخدامها. وقامت الدولة بعمل توليد الغاز الطبيعي بدلا من البترول. وكده قامت الدولة باستخدام اتفضل. استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البترول. برافو عليك. الدولة فيه يا ولاد بالفعل محطات لتوليد السيارات والحاجات دي عن طريق الغاز الطبيعي وسوف ينتشر في الدولة. طبعا قش الأرز هو عبارة عن بقايا محصول الأرز زي ما انت شايف اهو. بدل الفلاحين بعمل تجميعه وحرقه في وسط الأراضي الزراعية قامت الدولة بتجريم هذا الجريمة التي تعتبر جريمة في حق المصريين. يعني عمل التجريم بعدم حرق قش الأرز دهوت واستخدامه في ايه بقى؟ قامت الدولة بعمل قوانين لتكبيس هذا القش الأرز وعمل عن طريق مكابس معينة لإنتاج الأوراق للطباعة. يبقى كده الدولة قامت بالمشكلة عشان رصدنا المشكلة وطريقة حلها. يبقى احنا نحن ضد حرق قش الأرز واحنا نحن في موسم الصيف. طيب حرق قش الأرز دي بيسبب ايه يا ولاد؟ حاجة خطيرة. أول حاجة تلوث الهواء والسحابة السوداء. السحابة السوداء دي خطيرة جدا بالتنمية منتشرة في الجو تسبب الكثير من الأمراض. نيجي بقى على المشروعات الدولة كمان عملت. اتفضلي يا ولد. إنشاء مشروع وزراعة 2 مليون شجرة. برافو عليك. أحسن حل للرجوع إلى الطبيعة أعزائي الطلبة والطلبات. يعني إيه الرجوع للطبيعة؟ زراعة الأشجار. كل ما تزرع أشجار يقل نسبة ثاني أكسيد الكربون وتزيد نسبة الأكسجين في الجو. يبقى طيب نحن مع ولا ضد حرق قش الأرز يا ماشي. برافو عليك. بدل ما تستخدموا يا ولاد في استخدامات سيئة نحن ضد حرق قش الأرز. طيب ختاما لندوتنا المحاور اللي انا قلتها اول حاجه بتحافظ على المياه ازاي؟ خلاص ماشي. احافظ على المياه عن طريق خلق صنبور. برافو عليك. دي الحفاظ على المياه. تيجي بقى تعالى سيد ايه جهود الدوله؟ برافو عليك. قامت الدوله بعمل محطات لتحليه المياه بمثل العين السخنة في البحر الأحمر ويعتبر من أكبر محطات المياه في العالم. ونشكر الدولة الكويتية. ختاما لهذه الندوة الشيقة مع طلاب مدرسة كفر ميت الحارون قمنا بعمل ظاهرة أو مظاهرة ضد حرق قش الأرز
نحن ضد حرب قش الأرض، وعرفنا محاور وجهود الدولة في التصدي لهذه الظاهرة. تمام؟ يبقى نحن ضد ايه؟ وتحضر الأخضر دي المشروع القومي التي تتبناه الدولة. عايز أقول إيه في تحضر الأخضر؟ برافو عليك، نحن مع زراعة ايه؟ الأشجار. يبقى خلاصة الكلام أو خلاصة ندوتنا نحن ضد حرق هذا قش الأرض ومع تنفيذ جهود الدولة والقوانين لنصبح نحو بيئة وتنمية مستدامة نحو بيئة نظيفة. وشكرا لحضرتك.